فجأة واحدة وبدون أي مقدمات، قبل ما نخش في الخبر لو مش متابعني يا ريت تتابعني، لايك وشير وتعالى لي عشان أقول لك الخبر الحزين لجماهير نادي الزمالك. ده مدرب الزمالك جوزيه جوميز، فجأة واحدة كده وبدون أي كلام ولا أي حاجة أنهى إجراءات سفره وهيسافر لبلاده أو لحتة تانية، وأعتقد كلنا عارفينها زي ما كالترون مشي وبعد كده راح راجع. بس مشي ليه؟ عشان في عروض. بس معرفش جوميز كان متمسك بالعروض، متمسك بعدم العروض ومش عايز ياخد أي عرض، وقال لك أنا عايز أقعد في الزمالك. فجأة واحدة قال لك لأ، أنا أنهيت إجراءات سفري وهمشي و هعمل جلسة وداعية بكرة مع اللعيبة وخلاص. معلش مش عايز أكمل. معرفش هل في عقده شروط جزائية؟ لو في يا ريت تاخدوها. الإدارة قصّرت مع جوزيه، قصّرت. إدارة الزمالك قصّرت مع جوزيه مش من الناحية المالية ولكن من ناحية الطلبات. هو طلب طلبات وما اتجابتش، طلب طلبات معيّنة والإدارة جابت له ناس معيّنة تانية. الراجل قال لهم أنا عايز وينج يمين وحدد لهم هو مين، قالوا له لأ، إحنا هنجيب لك ده. جابوا له ده. يعني الفكرة كلّها برضه مش ده السبب اللي ممكن يخلّي جوزيه يمشي. جوزيه مشي لأسباب مجهولة، صدقوني والله هي الأسباب هتظهر الأيام اللي جاية، لكن إنك فجأة واحدة كده تفتح الباب وتجري، مش عارف. بس الأيام هتورينا أنت مشيت ليه يا جوزيه. عن نفسي أنا باحترمك كمدرب، مدرب محترم، مدرب كويس. أيًا كان اللي حصل معاك واللي يخلّيك تمشي برضه باحترمك، لإنك ما صدرش منك حاجة تجاه الجمهور أو تجاه شغلك أو عملك، كنت بتعمل بجد وبمجهود كويس جدًا. نتمنى دايمًا من الزمالك الأفضل، ونتمنى للزمالك الأفضل ولكل الأندية المصرية.